أهلاً بالجميع. أي شخص سبق وزار المغرب وخصوصاً مدينة كبيرة زي الدار البيضاء لابد أن نتساءل عن سيارات الأجرة الحمراء الصغيرة وقواعدها اللي تبدو غريبة. اليوم رح نفكك هذا اللغز سوا ونحول الحيرة لفهم كامل. وهذا هو السؤال اللي الكل يسأله أول مرة يركب التاكسي الصغير. ليش السائق وقف عشان ياخد راكب تاني؟ يعني ممكن الموضوع يبين فوضوي، بس صدقوني في نظام دقيق جدا ورا كل هذا. خلونا نكتشفه سوا. طيب، هذه هي خطة رحلتنا اليوم. رح نبدأ بالعقد الشفوي اللي هو الأساس. بعدها نفهم منطق مشاركة الرحلة ونكشف سر العداد اللي ما بيكذب. بعدين بنشوف قواعد اللعبة للكل ونختم بأشهر المشاكل اللي ممكن تواجه أي حد. يلا نبدأ. تمام، خلونا نبدأ من الأساس. كل شيء بيصير داخل التاكسي الصغير مبني على فكرة مركزية واحدة: العقد الشفوي. هذا هو المبدأ اللي يفسر كل حاجة. الفكرة بسيطة جداً، يعني مجرد ما الواحد يركب التاكسي كأنه وقع على عقد غير مكتوب. هي موافقة ضمنية على قواعد اللعبة، ما في أوراق ولا توقيعات، لا، مجرد الفعل نفسه، فعل الركوب هو الاتفاق اللي بتبدأ فيه الرحلة كلها. وهنا نرجع للسؤال اللي بدأنا فيه: ليش السائق يوقف لراكب ثاني؟ الإجابة ببساطة هي أن هذا مو تصرف عشوائي أبداً، بالعكس هو جزء من نظام منظم جداً اسمه مشاركة الرحلة، وهذا النظام يحدد دور كل شخص داخل السيارة. إذن النقطة الجوهرية هنا هي أن الراكب الأول هو صاحب الطريق، هو اللي يحدد الوجهة الأساسية والمسار، أما أي راكب يأتي بعده فلازم يكون طريقه على نفس مسار الراكب الأول ويوافق عليه. وهذا يوضح لنا كيف أن العملية كلها تتم بموافقة الكل. السائق يطلب الأذن، الراكب الأول يوافق، وبعدها الراكب الجديد يوافق على المسار. يعني هو نظام مبني بالكامل على التواصل والموافقة الشفهية بين الكل. طيب، نجي الآن للجزء اللي حير الكل: حساب الأجرة. كيف ممكن شخصين في نفس السيارة يدفعوا مبالغ مختلفة تماماً؟ ممكن الموضوع يبدو غريب وغير منطقي أبداً، بس السر كله في قاعدة واحدة بسيطة جداً. وهنا المثال العملي اللي يوضح الفكرة. تخيلوا معي الموقف: الراكب الثاني نزل قبل الراكب الأول، يعني مسافته كانت أقصر، بس مع ذلك دفع أجرة أعلى. طيب كيف صار هذا؟ 17 درهم. نعم، هذا الرقم صحيح. أكيد البعض الآن يفكر أن هذا مو عدل، صح؟ بس لحظة، في منطق بسيط جداً وراء هذا المبلغ. وهنا يجي السر كله: العداد ما يوقف ولا يرجع للصفر. كل راكب يدفع عن المسافة الإجمالية اللي مشتها السيارة وهو موجود داخلها. يعني الراكب الثاني دفع عن مسافته وكمان عن جزء من مسافة الراكب الأول اللي انقطعت وهو لسه في السيارة. بسيطة صح؟ طبعاً، عشان هذا النظام ينجح ويمشي بسلاسة لازم يكون في تعاون من الطرفين. فالركاب والسواقين كل واحد منهم عليه واجبات بسيطة تخلي الرحلة أسهل على الكل. يعني مثلاً من ناحية الركاب، تجهيز الفكة أو الصرف زي ما يقولوا يسهل الأمور كتير، ومن ناحية السواقين القيادة بمسؤولية واحترام قوانين المرور، هذا الشيء أساسي. في النهاية كلها تفاصيل صغيرة بس هي اللي تسوي الفرق في تجربة الكل. طيب، خلونا الحين نتكلم عن كم مشكلة شائعة واللي غالباً تصير بسبب سوء فهم هذا العقد الشفوي. وهذا موقف يتكرر كثير: مجموعة أصحاب 3 مثلاً يركبون سوا ورايحين لنفس المكان. السؤال هنا: هل يحاسبون كشخص واحد ولا كل واحد يدفع لحاله؟ لا، الإجابة بسيطة وواضحة: لا، كل شخص يدفع بشكل فردي. طيب ليش؟ المنطق بسيط جداً. الخدمة هنا فردية، يعني تقدم لكل شخص. الموضوع زي الباص أو التاكسي الكبير، كل شخص يدفع ثمن مقعده. فكرة أن الأجرة تكون بالجملة هي ببساطة ظلم للسائق وتؤثر على دخله. الاستثناء الوحيد تقريباً هو للأسرة الواحدة، يعني الأب والأم وأولادهم. وهنا في نقطة ثانية مهمة وممكن تسبب مشاكل: الأمتعة الكبيرة. لو في شنطة كبيرة أو أغراض تأخذ مساحة في السيارة، من الطبيعي والقانوني تماماً إنه السائق يطلب مبلغ إضافي. يعني الأجرة مو بس للمقعد، هي كمان للمساحة اللي تأخذها الأغراض. إذن في النهاية نقدر نلخص القصة كلها في جملة واحدة:
العلاقة بين السائق والراكب هي عقد واضح، عقد شفوي أساسه 3 حاجات: العداد، احترام المسار، والاتفاق المتبادل بين الكل. وهذا كله يخلينا نفكر، كل مدينة في العالم لها نظامها الخاص وقواعدها غير المكتوبة اللي تخليها تمشي. فهم هذه القواعد زي ما سوينا اليوم مع التاكسي الصغير هو فعلاً مفتاح لفهم روح المدينة نفسها. وهذا يطرح سؤال مهم: إيش هي القواعد الخفية اللي تمشي المدينة لكل واحد فينا عايش فيها؟